ما يورطوش الاثنين المرشحين اللي رأيي او انا عن نفسي بحتفظ باحترام حقيقي للمنافس. جميل. ما يورطوش نفسهم ويحرجوا نفسهم، لان هم بيتهم من ازاز. اذا دخلوا معانا في الحته دي هيخسروا. واحنا مش عاوزين معركه تقاذف بالطوب، احنا عاوزين تنافس كفء. هنعمل ايه؟ المصلحه للفقراء، بالظبط، للدوله الناجحه، تمام، للحريات اللي لازم نصونها والديمقراطيه، تمام، لشباب البلد اللي عنده امل. جميل. ده الكلام الجد. خلينا في الايجابيه والخطوه المستقبليه. بالظبط. اكرم حسين الشريف بياخدك في الاتجاه ده، بيقول مصر حققت معدل نمو 9.5% من سنه 56 لسنه 66. هل انت قادر على تحقيق هذا المعدل كما حققه جمال عبد الناصر الرئيس الراحل؟ احنا بنستهدف ان نصل الى 7% باصلاح جهاز الدوله وبتمكين باطار تشريعي جاد وبفكره ان مصر هتعود الى حاله من التئام الشمل. انا اثق في ان ده هيرتفع. لكن احنا خطتنا لا يعني الان في برنامجنا الوصول الى 7%. 7%. نعم. خالد خلاف بيقول السيد حمدين وعد الشباب بفدان ارض 10000 جنيه لكل شاب، وده لو تحقق هو بيقول ده استحاله. لا ده مش عمري ما وعدت لكل شاب. عشان النقطه تبقى واضحه لخالد. انا وعدت ان احنا لو صلحنا مليون فدان او 20 الله اعلم قلت مشروعنا نصلح 3 مليون. تمام. هوزعهم ازاي؟ مش هدي حبايبي زي مبارك ما كان بيعمل ولا مكتب الارشاد 1000 فدان ولا 100,000. تمام. انا هدي لكل شاب من 1 ل3 فدان وهدي له قرض حسن بقليل الفوائد 10000 جنيه وهجمع كل 1000 فدان من دول والفلوس اللي خدوها في تعاونيه واحده تدار كمشروع واحد. تمام. يبقى انا اللي عاوز افهمه بقى للناس الطيبين جميعا واولهم الشباب، ان لما اجي اوزع هوزع عشان اوسع قاعده الملكيه. جميل. انت شاب مش لاقي شغل ولا فلاح معدم، هديك من فدان ل3 وانت مع 1000 واحد زمايلك هتعملوا تعاونيه واحده وهتكسبوا وهتفتحوا بيوت. لكن هدي بقى كام شاب في مصر على قد ما اصلح ارض. تمام. مشروعي حسب برنامجنا ان احنا نقدر نصلح 3 مليون. من مليون ل 3 مليون. اذا ربنا اكرمنا ولقينا بتوفير الميه اللي احنا واضعينه في برنامجنا فرص، ودي اولويه ان احنا في الظهير الصحراوي لكل محافظه نوسع هذه المحافظات بمساحات مستصلحه من الميه اللي هنوفرها. اذا بقينا 4 مليون او 5 في كل الاحوال الارض اللي هتتصلح هتتوزع بالطريقه دي. فانا كنت بقصد طريقه التوزيع اللي تعمل عداله وتمكن اللي محروم من انه يبقى مالك في ارضه، مش تمكن الغني انه ياخد 1000 فدان جداد. طيب سؤال تاني هنا من محمد سالم بيقول عايز اعرف ما هي الخطوات التي سوف تتخذها مع المظاهرات اليوميه والمهزله في الجامعات والمدن الجامعيه ومع ما يسمى تحالف دعم الشرعيه، وكمان بيقول معاها ازاي في نفس الوقت اللي انت كل كلامك بتطالب فيه باحترام القانون والتشريعات الجديده، لكن بتقول ان اول حاجه هتعملها هي العفو عن بعض الناس اللي تم الحكم عليهم بمقتضى قانون التظاهر. انا هعفو عنهم بالقانون وباحترام القانون نصه وروحه. قانون التظاهر صدر وانا كنت ضده من اول يوم. هعدله. هيبقى في قانون للتظاهر بس يحترم حقك في انك تعبر عن نفسك. بس هل هيطبق باثر رجعي؟ لا، التطبيق باثر رجعي شيء مش موجود في القانون. لكن حق الرئيس في العفو موجود بحمايه دستوريه. اللي عفو عنه هو كل طالب او متظاهر سلمي اتاخد في الايام الصعبه اللي احنا عشناها دي، مش لانه ارهابي. لو ارهابي هيتحاكم. تمام. لو مسالم هروحه البيت واخليه يعمل احتمال. بالمناسبه في 1600 طالب دلوقتي من الجامعات و600 من الثانويه العامه المفروض يقدموا امتحاناتهم. وانا بحمل السلطه الحاليه مسؤوليه انهم يتمكنوا من انهم تتعقد لهم لجان امتحانات، لان النيابه مكنتهم من ذلك. واحتراما للقانون والمصالح ابنائنا دول لابد ان يؤدوا امتحاناتهم في موعدها. ده المجرم اللي محكوم عليه بيتمكن من ذلك. ما بالك بشاب طلع يتظاهر لان عنده غيره على جامعته. هتعامل ازاي بقى مع المظاهرات؟ بالظبط. اولا هنعمل قانون عادل يسمح وينظم ولا يمنع حق التظاهر. 2 هنتصالح مع الناس المحترمه دي. انا ابن الحركه الطلابيه وعمري الاجمل اديته طالب وكنت في مظاهرات كل يوم.
ومظاهرات افادت البلد وكانت صوت للمجتمع مش لمطالب فئويه. بس عمرها ما وصلت لدرجه الاعتداء على اساتذه. عمرنا ما اعتدينا، عمرنا ما كسرنا كليتنا، عمرنا ما حرقناها ولا سمحنا بذلك. الطالب اللي شارك في حرق كليته او في انه يوقع دم هيتعامل باعتباره اخطأ ولا بد ان ينال عقابه. الطالب اللي كان واقف جنب زمايله او صعبانين عليه واتاخد في الزحمه مش قعدوا يوم زياده في محبسه. وانا اقدر اصالح طلاب مصر كلهم بس اما احترمهم، اما اقدرهم. وانا اتربيت في الحركه الطلابيه وعارف قيمه الطلاب في تاريخ مصر، وانا واثق ان طلاب مصر مش عاوزين الا الاهداف اللي مصر مجمعه عليها. واذا كان بعضهم ينتمي لجماعه اخطأت واجرمت بتحدي اراده شعبها، فالاغلبيه من هؤلاء الطلاب بينتموا لمصر اللي عاوزينها ما تتمسش فيها الحريه ويحترم فيها كل انسان. انا واثق من قدرتي على اني اعيد للطالب احترامه في كليته بما في ذلك حقه في التظاهر السلمي. والطلبه دول نفسهم هم اللي هيتصدوا لاي عمليه تخريب، بس امتى؟ اما يحسوا بالعدل وبان الدوله بتحترمهم. بس ايه اللي هيجي الاول؟ يعني هل هم هيفضلوا يكسروا بالشكل المهين اللي بيحصل في بعض اللي هيجي الاول هو العداله. بص، العدل اساس الملك. تمام. عاوز تحكم بين الناس بالعدل، ثق ان الناس هتعاملك بانصاف ومش هتفتري عليك. الراجل اللي مقهور بيقول اللي عنده، ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. انا مش عاوز حد مظلوم عشان البلد ما تسمعش كلمه وحشه، وعشان ما يستغلهمش بعض ارباب الارهاب من اعداء الدوله الوطنيه اللي احنا هنواجههم مواجهه صارمه امنيا وفكريا واعلاميا وسياسيا وبديمقراطيه ما يقدروش يزايدوا عليها وبحريات ما تتمسش وبعدل اجتماعي وبدوله للقانون. مصالحه الشباب جزء رئيسي في مسؤوليه الرئيس القادم. البلد دي مش هتقوم بدون شبابها، والطلاب نموذج لهم. بقى انا عاوز ابني مجتمع ديمقراطي وعادل وكل واحد بقى نفسه مفتوحه فيه انه ينتج ويعرق وينمي، وانا متخاصم مع الطلبه بتوعي؟ مستحيل. ادماج الشباب في مشروع لبناء دوله وطنيه ديمقراطيه ناجحه تحدي رئيسي، وانا كفء لهذا التحدي وقادر عليه، والحدود واضحه. الارهاب هيتجزر بالقانون وبالراي وبتجفيف منابعه فقرا او عدوان على الحريات. الراي السلمي هيزدهر في هذا البلد. وانا عاوز اقول لك، اذا ما كناش ناويين نمكن شبابنا من انهم يقولوا اللي في نفسهم وبطريقتهم، ونستحمل حتى طريقتهم اللي انا احيانا بكون ضدها تماما من حيث اللغه، لكن من حيث المضمون دي القلوب اللي معجونه بحب البلد دي ونفسها وبعدين هي البلد دي بتاعتهم. هم الشباب دول هم اغلبيه الحاضر وكل المستقبل. هنبنيها ازاي اذا ما كانش نفسهم مفتوحه ان ايديهم تبقى في البنى وقلبهم يبقى عليه؟ مع تفريق الوضع زي ما اتفضلت وقلت ما بين الارهاب او التكفير او ما فيش مستقبل الارهاب في البلد دي. تمام. انا بسمي الارهاب بائس ويائس، ما فيش مستقبل له. لكن انا عشان اقضي على الارهاب لازم ابقى مجتمع حر وديمقراطي. انا مش هقضي على الارهاب بدوله بلوسيه ومنتج. لن اقضي على الارهاب بالعدوان على حقوق السلميين. لن اقضي على الارهاب والفقر معشعش في البلد. مش هقضي على الارهاب بدون خطاب ديني مستنير يكافح. هو فكرك اللي ماسك بندقيه دي انا حرب معاه في انه بس اكسر بندقيته، اكسرها، لكن انا عاوز اكسر الافكار اللي في دماغه، لان ده الدماغ اللي بيدوس على الزناد. الضلالات والتخاريف اللي متصوره ان الدين هو اداه لتقسيم الناس واتهامهم بالكفر، لابد ان يقضى عليها بخطاب ديني مستنير. نرجع للازهر تاني والكنيسه بنفسها. نرجع للازهر ونرجع للكنيسه. تمام. ونرجع للعدل والمحبه ونرجع للقانون وسيادته ونرجع لتكافؤ الفرص وانعدام التمييز ونرجع للتنميه الشامله وحربنا المقدسه ضد الفقر ونرجع للتعليم والاعلام والثقافه ونرجع للمشروع الثقافي اللي برنامجنا بيفرد له مساحه هائله، لان بدون مشروع ثقافي تنويري حديث
يعبر عن شخصيتنا ويقولها ويسمح بحريه ابداع حقيقيه، ويخلي الثقافه مورد اقتصادي برضه حسب المشروع المطروح في برنامجنا. بدون تضافر العوامل دي احنا مش هننجح. ممكن نواجه الارهاب بالامن فنكتمه، لكن انا مش عاوز التربه المصريه تسمح بشجره ارهاب واحده تنمو فيها، جميل. واذا نمت تتقطع من الاول. دي رؤيه كامله مش رؤيه امنيه بس. جميل. قدامنا 4 دقايق، عندي اسئله كتيره لكن سؤال متكرر بيحصل كتير وتسمح لي برضه اقوله من حمدي فوده ومن ناس كتيره: مصادر دخل حمدين صباحي، اللي دايما بتتسال السؤال ده كتير، لكن الناس برضه عايزه تعرف مصادر دخلك. انا عشت 40 سنه بشتغل شغل محترم بعائد كويس غير ما ورثته عن ابويا. في المجال الاعلامي اساسا او انا صحفي معتبر باختصار. فارجو ان الناس تبقى مطمئنه، انا مش عايش تكسبا بالفساد ولا عايش من ايد حد. انا عايش من جهدي 40 سنه من عمل شريف ومن ميراث من اب ربنا يعني يرحمه، يليق بحد من اسره متوسطه في الريف وبقى جزء من الطبقه المتوسطه في المدن. محمد اسماعيل بيقول: المهندس ابراهيم محلب عامل شغل وانجاز بشكل جيد، في خططك لو يعني اصبحت رئيسا لمصر، هل سيستمر في منصبه ولا لازم هتجيب رجالك اللي هم اهل الثقه اللي تعرفهم؟ انا مش هجيب اهل الثقه، انا هجيب اهل الكفاءه والنزاهه واللي مؤمنين بالثوره وبهذا الوطن واللي عاوزين يعملوا عداله اجتماعيه وديمقراطيه وما بيقيدوش المصريين. مش يقول له اديك اكل واقفل بقك، ولا يقول له اكتب براحتك وانت جعان. عاوزين نجمع ما بين حقنا في العداله الاجتماعيه وبيتي يبقى مستور وميسور، وحريتي في ان اقول رايي، بدءا من حريه الاعتقاد والكلمه والتعبير والتظاهر والاضراب والاعتصام. نعمل ده ازاي؟ نجيب انجحنا. تمام. مصر دي فيها ناس ناجحه في كل ما هو مش عصر مبارك، هو عصر الفساد بامتياز. كان فيه ناس ناجحين وكان فيه مشروعات ناجحه. اصل ربنا ما خلقناش كده ملائكه لا يخطئوا وشياطين لا يحسنوا. اذا مش هنبدا من الاول زي كل مره. احنا كل شيء ايجابي يتبنى في البلد هنبني عليه. هو مترو الانفاق مش انجاز عظيم اتعمل ايام مبارك؟ لازم نشهد له بيه. ما انا عرضت السادات وكان له اشياء عظيمه ما معاش السادات اللي هو عمله. انا مختلف مع سياسات رئيسيه لكن في تطبيقات، دي جهود مصريه. وبعدين مصر مليانه علماء واصحاب افكار اما اشتغلوا مع انظمه مش لانهم كانوا موالين لها ولا موافقين على فسادها، كانوا عاوزين يحسنوا بلدهم من وجهه نظرهم. هحافظ على هذا العقل وهذه الروح مهما كان يشتغل مع اي رئيس. جميل. لكن الجديد بقى ان اخليه يشتغل في بيئه دوله لا بترعى الفساد ولا الاستبداد. فاللي كان بيديه ويجيب ناتج 10 هيجيب ناتج 100 في دوله ناجحه. لا تمييز في اختيار الاداره. إذا ربنا أراد والشعب المصري وحملت هذه الأمانة ما بين موالي ومعارض، أنا عاوز أكفأ المصريين وأكثرهم تحصنا ضد الفساد. ده يسري على كل الأسماء بدون استثناء. جميل. الشريف الجمال باعت بيقول: كيف ستقوم برعاية مصالح وكرامة المصريين بالخارج بالدول العربية والخليج وأوروبا؟ إمتى يتشاور عليا بفخر ويتقال هو ده مصري؟ إمتى أبقى ماشي في البلاد دي وأنا رافع راسي لأن عندي بلد بتسندني وتبقى ظهر ليا زي صاحب جواز السفر الأمريكي أو البريطاني؟ إن شاء الله ده يتم، وأنا بوجه له ولكل المصريين في الخارج تحية وبدعوهم يشاركوا بكثافة في التصويت اللي هيبقى أول مؤشرات انتخابات الرئاسية بغض النظر هيدوا أصواتهم لمين. وبقول لهم إحنا جزء من خطتنا، وده كلام في التمويل تقولوا الاستثمار الأجنبي. عاوزين استثمار عربي من إخواتنا في الخليج وفي كل الوطن العربي وأجنبي يتدفق على مصر. في يوم من الأيام كان وصل ل20 مليار، عاوزينه يبقى أكتر. هنأمن له مناخ. وهم موجودين بره افضل سفراء لمصر ووجه لها يقدروا يدعوهم وهم مطمئنين. هحمي كرامه المصري بره اول ما كرامه المصري جوه تتصان. اذا المصري راح اسم البوليس وما تهانش، ثق ان المصري مش هيتهان في اسم بوليس دوله اجنبيه. اول ما المصري هنا ياخد حقه وتبقى ايده وذكائه بيديله عائد محترم، هيطلبوه بره ويديله عائد محترم. وما نصلح اجهزه الدوله
احنا هنصلح قنصلياتنا وممثلينا التجاريين ومراكزنا الثقافيه، وهنربط المصري في الخارج باداره كفءه لدوله لا تقبل ان المصري يتهان لا جوه حدوده ولا بره حدوده. نقدر نعمل ده اما نبني مشروعنا هنا، اما نحقق اهداف الثوره بدوله بدايه من الداخل تكون ناجحه على قد الشعب ما هو ناجح. تمام. نكمل على نفس القصه. واحمد فهمي كان ليه سؤال مرتبط، بيقول ان المشير عبد الفتاح السيسي قال بوضوح ان الدول العربيه هتدفع حاجه كده زي مشروع مارشال اللي هو بتاع اوروبا وامريكا بعد الحرب العالميه الثانيه. هل ممكن الدول العربيه تعمل نفس المشروع مع حمدين صباحي؟ نعم، هتعمل نفس المشروع بالتاكيد مع حمدين صباحي. طبعا في تقدير للمشير السيسي هو يستحقه، لكن هي بتدفع بالاساس لمصر، لشعب مصر اللي اطاح بالاخوان، والاخوان كانوا بيهددوا هذه الدول، فهم دفعوا عشان المعركه تبقى هنا بدل ما تروح عندهم. بس في عامل اهم، العروبه، ان احنا مشتركين في ان احنا اهل، والامه دي محتاجه تتطور، وتطورها مربوط بانها تلاقي صيغه جديده على طريقه كده الاتحاد الاوروبي، فيها امجاد يا عرب امجاد، ووحده اللغه والدين، وفيها كل الاصول اللي انا معتد بيها ومؤمن بيها، لكن اللي اهم فيها المستقبل، المصالح، امننا المشترك. امن الخليج كجزء عزيز في الوطن العربي مصر لازم تلعب دور فيه. تنميه مصر باعتبارها قلب هذا الوطن مسؤوليه يقدر يشارك فيها اخواننا في الخليج. اللي هيعطيه الخليج وباقي الدول العربيه لمصر هيعطوها، لان دي قيمه مصر ودورها، قوه شعبها وجيشها. وانا بعتقد ان جيشنا له دور عظيم في حمايه امننا العربي، وده يبدا بامننا المصري. جميل. الفهم ده يخلينا مطمنين، وانا عاوز اطمن كل الناس. اذا كان في تدفق من اخواتنا العرب، فانا راجل باصلي راجل عروبي وقومي في بنيتي، بحترم كل امتي العربيه وحريص على امنها ومصالحها، ومصالح وامن مصر جزء اصيل في ده. هنقدر نحقق هذه العلاقه باكفأ طريقه باذن الله. طيب لو تسمح لي اقول سؤال يعتبر يعني جمله اعتراضيه وسؤال شخصي. السيده سهام نجم زوجتك ليها انشطه في العمل العام او في العمل الاجتماعي، ماذا سيحدث لو توليت رئاسة جمهورية مصر العربية؟ في هذه الحالة عندنا تجارب يعني سيئة السمعة من قبل في هذا المجال. أنا مؤمن بالمرأة المصرية، وأمي العظيمة نموذج لإيماني بامرأة. جميل. يعني شاركت جوزها تربية 11 أب وابن لحد ما شافت أحفادها منهم جميعا ما شاء الله تقريبا. والنموذج العظيم في حياتي هو نموذج سهام نجم اللي شاركتني ان احنا نبقى بنناضل من اجل حلم من الجامعه، وهي كانت منتخبه في اتحاد طلاب كليتها زي ما انا منتخب في اتحاد طلاب كليتي الى الان، وعدينا سكه فيها كتير من الصعاب والشوك واجتزناه بفضل ربنا وتوفيقه. اكيد من حق اي امراه مصريه بما فيهم زوجتي ان تمارس ما كان لها من دور دون ان انتقصه، بس بدون زياده، وأن تمارسه بعيدا عن الاستفادة من موقع زوجها على الإطلاق في الرئاسة، وأن تمارسه في حدود دورها التنموي الاجتماعي اللي أنا فخور بأنها لعبته، وهي مستشارة لليونسكو في شؤون التعليم وبالذات تعليم الكبار، وممثل رئيسي لها في مجتمع مدني هي ساهمت بكفاءة فيه عبر سنوات طويلة، لكن لن يعطيها هذا أي ميزة على امرأة أخرى في مصر في أداء دورها. وأرجو أن احنا نقدم نموذج أسرة الرئيس لا تستفيد من وجود الرئيس في موقعه، لأن الشعب بينتخب رئيس لا ينبغي أن يعطي لعائلته أي مزايا استثنائية. النموذج الأسري الجميل هرجع له دلوقتي في حاجة تانية، لكن عندي هنا سؤال مهم جدا من محمد فارس. نحن نراك تتحدث عن الحرية، وأنا هقول الألفاظ بدقة، اللعب على عاطفة الشباب من ناحية الحرية والإفراج عن السجناء، برجاء التوجه بسؤال واضح عن مدى ما هي خطتك عن المكفوفين. واضح أن الأستاذ محمد من الناس المكفوفين، ونريد رد قاطع. نحن لا نستطيع دخول الكثير من الجامعات بسبب كوننا مكفوفين. ما هي خطتك الكاملة عن المكفوفين؟
كل ذوي الإعاقة، ما يعني مكفوفين احتياجات خاصة. وصم ولا عندهم إعاقات حركية وحتى الإعاقات الذهنية، ودول يعني عدد بالملايين في مصر، هم جزء أصلا من حملتي. وفي لجنة منهم وضع خطة قايمة على تمكينهم، إعطائهم فرص حقيقية في التعليم والعمل، تنظيم المباني والشوارع بكود يحقق لهم سهولة يعني الحركة والانتقال، إتاحة للخدمات التي تتاح لكل المصريين، تفعيل ل 5% المنصوص عليها والتي لا تطبق. لا تطبق. تضمين في القوانين المصرية والقرارات لكل ما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، احترام لبطولات ذوي الإعاقة وتشجيعهم، بالذات انهم حققوا لمصر في البطولات الرياضية اللي ما حققوش اي حد غيرهم، ودي شهادة لهم. وما دام هم تحدوا إعاقتهم لا ينبغي للمجتمع أن يضيف عليهم تعويق آخر. سيكون من بين تشكيل الوزارة وزير من متحدي الإعاقة يرأس وزارته أو يرأس المجلس القومي لذوي الإعاقة بدرجة وزير. سؤال آخر جاي لنا من داليا، وهي بتقول بالمنطق الأسري الجميل اللي حضرتك تفضلت واتكلمت عنه، وأسلوب الطيب برضو عن كلامك عن المشير عبد الفتاح السيسي، لكن بيحصل على الأرض دلوقتي في بعض الأحيان بعض الاشتباكات، أو كلمة اشتباكات كبيرة خلينا أقول، يعني بعض الخلافات أو المنازعات ما بين أنصار حمدين صباحي وأنصار المشير عبد الفتاح السيسي. وجهة نظرك وماذا تقول في هذا الأمر؟ أنا بصراحة يسئني جدا أن البعض يحاول ياخد المعركة دي من هدفها الوطني العظيم. ده تنافس جاد عشان مستقبل مصر والسياسات اللي تخدم الناس، والمنافس اللي بياخدها هذه الانتخابات أنا أحتفظ له باحترام هو يستحقه لشخصه ولدوره في 30 يونيو. يسئني جدا أن أيا من أنصاري يخرج عن هذا المعنى ويجرح أو يهين أو يهبط بمستوى هذه المعركة لتلاسن لا أنا راضي عنه ولا أريده وما بيكسبنيش. مش هتكلم بقى عن الطرف الآخر، لكن أنا أتمنى من كل أنصاري أن يكون واضح لهم إحنا في معركة لمستقبل البلد، شباب هذا البلد، قواه الاجتماعية، دم شهدائه، تضحيات جرحاه، أكبر وأعظم وأجل من أن تدخل في أي مهاترات ذات طابع شخصي أو أي معارك كلامية. وإذا حد جركم ليه ده، وأنا عارف إن في ناس كتير بيجروكم، فأعلموا أنا عن نفسي بسمع إساءات كتير جدا، بيصعب عليا اللي بيقولوها لأنهم مش عارفين، وبدعو لهم إن ربنا ينور إما قلبهم أو يحصلوا معلومات تغير رأيهم. لكن أنا بعذر اللي بيتجنى عليا، لكني لا أريد أن أعذر اللي معايا في حملتي إذا تجنوا على المرشح المنافس. احنا معركتنا أكبر وأجل وأخلاقنا أعظم، ومشروعنا مش مشروع سياسي، ده مشروع رؤية لبلد عظيمة. إذا كنت أنا بتكلم عن ثروتنا الهائلة من الإسلام والمسيحية، من العدل والمحبة، يبقى أولى أن نمارس ده بخلق يليق بينا. فأرجو أن تنحسر هذه المعارك الصغيرة، وإذا نشبت لا نعيرها كثير من الاهتمام إلا في حدود إخمادها، عشان نفضل لمعركة إن احنا نبني البلد، ودي أهم بكثير. أستاذ حمدين، احنا تعبناك معانا مدة طويلة، تسمح لي بتوجيه كلمة؟ أنا قبل الكلمة أنا هسألك عشان الكلمة الأخيرة. نعم. عندي مجموعة أسئلة، عندي مصطفى شريف، وعندي فريدة علي، وعندي مي، وكل واحد فيهم بيسأل ايه اللي يضمننا انك، وانا اسف في اللفظ، لا تشارك في تمثيليه لمجرد تمرير الصوره الديمقراطيه بالنسبه لمصر؟ ازاي ضميرك، فريده بتقول ازاي ضميرك سمح لك تشارك في مسرحيه الانتخابات؟ هتستفيد ايه وانت عارف انك غالبا هتخسر دي انتخابات؟ مي بتقول دي مش يعني ايه سبب اصرارك على الترشح للانتخابات مره ثانيه بعد المره الاولانيه؟ ايه الفايده اللي هتعود عليك؟ ايه المختلف اللي هتقدمه للبلد؟ اولا انا بحترم كل اللي بيقولوا هذا الكلام اللي انا مختلف عليه، وعارف ان دوافعهم طيبه وقلبهم جميل ونفسهم البلد تبقى حلوه فعلا. انا بقول لهم حاجتين: انا واثق في النجاح، ثقتي في ربنا وفي شعبنا. 2، عمر ضميري ما سمح ان اكون جزء
في مسرحيه، وانا بقى لي 40 سنه راجعوا تاريخي، فمش هاجي دلوقتي واشارك في ذلك. احنا في معركه جد، معركه مصير بلد، معركه تحقيق حلم في ناس استشهدوا عشانه. واذا انا اتخليت عن دوري في ان صوت الغلابه في البلد دي وحلم الشباب في انهم يتمكنوا وامل الفقراء في انهم يعيشوا في عدل اجتماعي، لو اتخليت عن دوري ابقى انا مش حمدين. انا بأدي الدور اللي استشعر ان تاريخي يملي عليا ان انا بأديه برضا وبراحة ضمير وبنية خالصة قدام ربنا وشعبنا. ويا ريت اللي انا حاسه ده يوصل لهم، لان انا اعتقد انهم هيشاركوني هذه المعركة بدل ما يتفرجوا على زمايلهم اللي بيكملوا معركتهم بشرف في ظروف صعبة لكن مبشرة، وهيصنعوا مستحيل جديد زي مستحيلات 25 يناير و30 يونيو، وهننجح. بس انا نفسي يبقى لهم نصيب في نجاحنا بدل ما يبقى لهم نصيب في انهم يكسروا مجاديف بعضنا. وعاوز اسالهم بس سؤال واحد: هل اللي انا بقوله وناوي احققه وبرنامجي، اذا كانوا هم مقتنعين بان هو ده اللي عاوزينه يشاركوني. اذا كنت بقول كلام ضدهم انا بدعوهم ينزلوا ضدي، وفي الحالتين مش عاوزهم يقاطعوا. كلمتك الأخيرة للشعب المصري من خلال التلفزيون المصري. انا عاوز اقول كلمة للامهات في البيوت وللاباء، بس بالذات الامهات. احنا اسر مصرية هنفضل متماسكين كأسر حتى لو اختلفنا في الرأي. وانا شايف ان كتير من الشباب واقفين معايا وكتير من امهاتهم مش واقفين معايا. وبقول لكل ام، حضرتك مدرك للطبيعة على الأرض. آه. أنا بقول لكل أم وأب في البيت، وأنا أب وعارف مشاعري كأب، ومفيش حد يحب يكون حد أحسن منه غير إن الأب أو الأم يحبوا إن ابنهم أو بنتهم يكونوا أحسن منه. بقول لهم افتحوا باب الأمل لأولادكم، ساعدوا أولادكم على اختيارهم. دول اللي بدأوا ودول اللي هيكملوا والمستقبل بتاعهم. واحنا في بيتنا الصغير او في البيت الكبير مصر اللي عاوزينها تعيش في امان وفي عدل، شايفين شبابنا هم اللي بدأوا. كتير كذبناهم قبل كده واتضح لنا ان كان معاهم حق. كتير قلنا عليهم حلمين ومجانين وطلع ان هم قادرين ينتصروا. في المنافسة دي بسميها منافسة شريفة. جميل. الأم اللي نفسها تشوف ابنها فرحان ونفسه مفتوحة قاعد في حضنها بيرعاها في الأيام الجاية بإخلاص الابن لأمه، خليها تساعده على تحقيق حلمه. وبدل ما ابنها يهج من البلد ويبحث عن هجرة أو يهج نفسيا وهو قاعد معاها في البيت خاطره مكسور وحاسس ان بترجع ايام هو حارب ضدها واسقطها ومش عاوزها ترجع تاني، اقول لكل ام مصرية: حسي بابنك، وقد ما بتحبيه افهميه، واذا قدرتي طوعيه، لان هو المستقبل وهو الامل. واذا كنت بقدم نفسي في انتخابات الرئاسة انا بقدم نفسي عشان كل اللي من جيلي ومن أجيال أولادي، كل الشباب وكل كبار السن، كل اللي واقفين معايا وكل اللي واقفين ضدي. أنا بنتصر للي مش هيديلي صوته، لأن أنا داخل أحقق له حلمه اللي ما تحققش وأجيب له مصلحته اللي متاخده منه وهو عارف كده كويس بقالها سنين، وأرجع له حقوق كان المفروض ياخدها من 3 سنين واتأخرت، مش عاوزة تتأخر أكتر. لكن في قلب الشعب العظيم ده في حاجة منورة قوي اسمها الشباب. أنا عاوز أبقى جسر الشباب ده يعبر عليه للمستقبل. وبقول للأمهات والآباء: خليكم مع أولادكم، لأن ده
هو راحة الضمير، وهو الاختيار الصحيح لمستقبل البلد، وربنا يهدي مصر كلها للاختيار اللي يحقق لها كرامتها، والعدل اللي المفروض يشيع فيها مكان الظلم، والمحبة اللي المفروض تبقى في قلوبها مكان الكراهية. نقضي على الإرهاب وعلى الخوف، نقضي على خطاب الكراهية والتمييز، نقضي على الفقر والفساد والاستبداد والتبعية، ونقوم بإيدينا مصر اللي نستحقها، وطن للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وده كلام بسيط وجميل اتقال كتير ومحققناش، وآن الأوان نحققه. فربنا يبارك في مصر وفي كل ناسها، وأنا بعبر عن احترامي لكل رأي في هذا البلد معي، مش هقوله أو ضدي أو ليس معي، وبقول لكل الناس أنا معاكم، لأني مع التيار الرئيسي، مع أغلبية مصر، ومع هذا البلد العظيم الذي أعطانا، وده وقت إن احنا نخليه في المقام اللي يستحقه. وبشكرك، بشكر كل اللي سمعنا النهارده، وبقول إن الحل في إيدينا. ربنا يساعدنا ونقدم هذا الحل اللي يرضي مصر ويطمئنها ويطعمها من جوع ويؤمنها من خوف، وينشر عليها رخاء وعدلا ومحبة هي إن شاء الله جديرة بيهم وهتحققهم. كان ده حوارنا مع الأستاذ المرشح الرئاسي حمدين صباحي للشعب المصري. كان في حوارات تفصيلية، كان في كلام عن مشروعات، عن أفكار، عن مشاكل، عن حلول. الرأي للشعب، ودائما القرار والرأي للشعب المصري. أستاذ حمدين صباحي، شكرا جزيلا. شكرا دكتور خالد، ألف شكرا.